تجربة مثيرة جدا يا جماعة. العلبة دي هي أقدم علبة في الثلاث علب دول. بدأت فيها مزرعة دافنيا، وهي تعتبر دلوقتي علبة قديمة، يعني أكتر من 8 شهور أو 9 شهور، لحد ما وصلت للمرحلة دي إن هي بقت مزرعة أم محتفظ فيها بكتير جدا من أنواع الكائنات الدقيقة، ممكن تكون ظاهرة في الصورة، ومنها الدافنيا. ولكن مفيش انفجار ملحوظ للدافنيا في المية. التراكم اللي تحت ده بيبقى عبارة عن خليط من الطحالب والبيوفيلم والمواد العضوية المتحللة. وعلى فكرة انا ما بضيفش اي مغذيات للحوض ده اكتر من ان انا بحط اوراق جافة ممكن تكون بتتحلل، وهي اللي بتمد البيئة او النظام ده بالغذاء. نظام معتمد على نفسه، نظام مستقر جدا، ميه صافية نتيجة الكائنات اللي موجودة اللي بتستهلك اي مغذيات موجودة في المية. مخزون من المغذيات في الطبقة المتراكمة تحت موجود علشان الكائنات تقدر تفضل محافظة على حياتها وتكاثرها وما تختفيش من الوسط. بعدها بفترة عملت العلبة دي. العلبة دي نفس الكلام، هنلاقي المية بتاعتها بس بتميل للون الأخضر، لأن دي مرحلة من المراحل اللي مرت عليها العلبة دي، أو اللي مرت بيها العلبة دي. ودي مرحلة بتمر بيها مية خضرة فيها تنوع برضو من الكائنات الدقيقة، فيها دافنيا. أتمنى تكون الصورة موضحة، لأن عقارة المية ولونها ممكن يكون مش موضح قوي. الكائنات اللي موجودة طبعا على الطبيعة الصورة مختلفة تماما. مية خضرة صحية جدا لجميع الكائنات الدقيقة اللي عايشة فيها. بدأ يتجمع برضو الخليط من الطحالب والبايوفيلم اللي بنقول عليه دايما، وبيكون مصدر الغذاء الأساسي لكل الكائنات اللي موجودة في النظام. وبنلاقي هنا المية بتميل للأخضر، عكس هنا المية ممكن هي شفافة جدا طبعا، ولكن ممكن يكون فيها لون أصفر خفيف جدا كأنها شاي خفيف. أحدث علبة فيهم. ولما نفذت العلبة دي، وهنلاقي وتلاحظ الفرق ما بين العلبتين. طبعا العلبة دي لسه ما وصلتش لمرحلة الاستقرار اللي العلبة الأولى دخلت فيها، أو العلبة التانية في طريقها ليها. واضح ان هي لسه حديثة، لسه جديدة. ظاهر التفاصيل اللي بتحصل دي، تجمع طبقة الطحالب والبايوفيلم اللي موجود على جدار العلبة من جوه. المية تقريبا شفافة. احنا كنا حاطين مية، كنا مالينا العلبة دي من مية من حوض طبيعي مستقر قديم. مجرد ان احنا حطينا المية وحطينا جزء مية جديد تماما خالي من الكلور، وحطينا الاضاءة على العلبة، وكنا ناويين ان احنا نعمل مية خضرة شبيهة بالمية دي او اكثر خضارا، اللي هي بيكون فيها طحالب دقيقة جدا دايبة فيها، علشان نستخدمها في تغذية العلبتين دول. واهملناها فترة وسبناها، وكنا منتظرين ان هي تخضر وتبقى المية خضرة. بنفحصها في يوم من الايام، فجأة لقيناها حصل فيها انفجار من الدافنيا. يمكن اهي بدأت تظهر اهي في الصورة. العلبة كلها دافنيا. جابت الدافنيا منين؟ اظن تقريبا هي جابت الدافنيا من الحوض الطبيعي اللي احنا خدنا منه مية علشان نملى بيها العلبة. اهي الدافنيا اهي، العلبة كلها دافنيا. وطبعا المية شفافة جدا بسبب الدافنيا اللي موجودة فيها، لانها بتتغذى على كل المواد اللي دايبة في المية، ان كانت بكتيريا او طحالب بانواعها. ودي تجربة عملية بتثبت ان الطبيعة بتقدر من غير تدخلات ان هي تعتمد على نفسها في ان هي تكون نظم مستقرة ومتوازنة تدعم بيها جميع الكائنات الحية اللي عايشة فيها. واكبر دليل العلبة دي، لان العلبة دي ما ضفناش فيها اي نوع من انواع المغذيات،
ما كناش بنحط اي اكل لاي كائن حي موجود فيها، وهي قدرت ان هي توصل للمرحلة دي وتنفجر فيها الكائنات الدقيقة وتحديدا الدافنية الاكثر سيطرة على العلبة من مجموعة تانية من الكائنات ممكن تكون طبعا برضو بدأت تظهر فيها. ولكن طبيعة بقدرتها الجبارة، بقدرة ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقها بقوانينها، تقدر ان هي تعتمد على نفسها بدون اي تدخلات وتوصل لمرحلة استقرار وتوازن مبهر، تقدر من خلاله الكائنات الحية ان هي تتكاثر وتزدهر وتظهر من حيث لا ندري وتوصل للمرحلة اللي احنا شايفينها دي. شكرا ليكم واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله على خير.